منسي اللي انتوا اتجننتوا وكنتوا عايزين تبيعوه. جنان رسمي رسمي فهمي نظمي. ازاي تبيعوا راجل جايب لك السوبر الافريقي وجايب لك كاس مصر السنه اللي فاتت، وهو اللي موصلك في دور ال 16 ان انت تبقى لسه موجود في كاس مصر قدام بلديه المحل. مش عارف يعني، مع انك ما انت كده كده ما بتصرفش، ما انت خدت الفلوس بتاعت ناصر ماهر وما نعرفش وديتها فين. فيا ريت، ما هو انت لو هتجيب احسن ماشي، انما انت بتبيع وبتفضي الفرقه. ده ربنا يستر الفتره اللي جايه دي، يعني ربنا يستر الفتره اللي جايه دي على المستوى. سيبك النهارده ان انت بتلعب بتروجيت نازله وبتلعب جيم مفتوح عادي وبتهاجم عادي ومش في دماغها، وبرضه بتروجيت في اول الموسم مش هنبيع حامد حمدان للزمالك اصل استقرار الفرقه. طب ما انت بعت هادي رياضه اهوت وبعت حامد حمدان لبيراميدز، اشمعنى يعني؟ اشمعنى يعني؟ المهم يعني، ففرقه برضو النهارده ما عجبتنيش خالص غير بدايه الموسم لما كنا بنقول هيبقى الحصان الاسود، وعملت ماتشات ضد الاهلي وضد الزمالك في والاسماعيلي، يعني عامله ماتشات كبيره قوي. بس النهارده فرقه تحس ان هي فرقه عاديه واقل من عاديه، فرقه ما تخوفش، يعني ما تقلقش. ولو فضلت على كده المستوى هيتراجع لورا، لان انا شايف ان هم لما بقوا فضوا الفرقه. فالمهم يعني هوب طبعا ناصر منسي اللي هم كانوا بيفكروا الجنان الرسمي ان هم يبيعوه، الكوره جات له من لا شيء، عمل انفراد لعدي الدباغ، راح جاب الجون الاولاني. فرقه بتروجيت برضو قاعده ماسكه كوره وعمالين يهاجموا وبتاع من اليمين مره ومن الشمال مره.